لو عندي مقاومة انسولين ممكن اشرب نسكافيه بحليب ولا لا؟ السؤال اللي انا ما بزهقش ابدا وانا بجاوب عليه، يعني ممكن اجاوب عليه 50,000 مرة. بصوا يا جماعة، انت ليه تشتغل ضد جسمك؟ انا دايما عندي السؤال دوت. احنا لو انت عندك مقاومة انسولين، فاحنا بصورة كبيرة جدا عاوزين نحسن استقبال خلاياك للانسولين بتاعك. ايه اللي هيبوظ ده؟ اللي هيبوظ ده انك تاخد سكر وانك تاخد كاربس. اللبن فيه الاتنين، اللبن فيه لاكتوز وفيه نشويات، خلاص الكاربس بتاعته، فدايما هيأثر عليك. طب هاخد ربع كوبايه؟ انا دايما ببقى اجابتي يا عم ممكن تاخد ربع كوبايه وممكن تخس، ممكن تحسن حساسيه الانسولين بتاعتك، بس التمن انا ببقى شايفه مزعج، وشايف ان والله انت بس مش مصدق ان ينفع تبطله، بس الحقيقه ان ينفع. فخلينا نقول يا عم خد ربع كوبايه لبن يوم ويوم او اقل منها، ولكن خليك عارف ان في خطوه لو انت عملتها انت هتتحسن افضل وهتخس افضل وجوعك هيقل اكتر.